مالك أدنى لا تتحدى، هي الساحة على راسك بنهدها. مالك أدنى بعدك بالأدنى، يا ابني نحن لسه ما نكدنا. يو واتساب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مرسل. اليوم رجعت لكم فيديو جديد اصدقائي، اشتقت لكم كلياتكم. اول شغله رح تسالوني مرسال وين مسافر؟ وين مسافر؟ انا اساسا متواجد في تركيا، يعني سافرت وخلصت. اذا حابين ننزلكم التفاصيل تبع الرحله ممكن تدخلوا على حسابي الانستغرام واحد مرسال وتشوفوا كيف كانت جيتي على تركيا. تخيلوا انتم انه امي تشوفني بعد 4 سنين، شو متوقعين تكون ردة فعلها؟ صراحه انا يعني متحمس كثير لدرجه انه ما كان بدي اصور هذا الفيديو، بس لانه انتم متابعين ولاني انا بحبكم كثير حابب شارككم هي اللحظه. قبل كل شيء اصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناه وتضغطوا لايك للفيديو، وجاهزين واعطوني حماس بالكومنتات لحتى انزلكم اغاني وفيديوهات جديده. تابعوا معي، يلا. الإنسان لما يكون قريب عن أهله ما بيعرف قيمتهم، بس لما يتغرب 4 سنين صدقوني راح يعرف قيمة أهله بشكل كثير كبير. اللحظة هي استنيتها كثير، يعني كثير وقت. بتمنى كل حدا بعيد عن أهله وبعيد عن أمه وأبوه يلتقي فيهم، لأنه يا جماعة عن جد أنتم ما بتعرفوا قديش كمية الفرحة اللي أنا فيها. الله طبعا رح تسألوني إنه مرسال بلكي أهلك مو جاهزين أو شيء. أنا دقيت لأهلي، لأخي وأبي، قلت لها لأمي إنه جايب معي رفيقي، لأنه يعني بتعرفوا نحن مسلمين وهيك، فانا حابب يكون البيت كله جاهز لحتى اقدر اصور فيه بشكل صحيح. تعالوا لنشوف. طبعا قبل كل شيء بدنا نعمل خرافي على الفيديو لانه مجهز لكم كثير. بعتقد انه هذا هو البيت رقم 29. قال لي اخي على الموبايل انه تطلع اول ما تفوت على البنايه اول باب على ايدك اليمين. عن جد شوفة الأهل بترد الروح. أكبر مثال على ذلك إنه أنا رح صير نزلكم فيديوهات، بس هالمرة عن جد مو مثل كل مرة بقول لكم رح نزل. لا لا لا، هالمرة إن شاء الله راجعين هيك طلعوا على المليون متابع. لحظة بس كنت رح أقول لكم شغلة كمان. رح تقولوا لي ليش مرسال الدقة الكواليتي بنت كلب؟ بس لأنه الكاميرا سوني استشهدت اليوم. هي أخذتها قبل 2 تقريبا لما أول ما بلشت على اليوتيوب، لما انتشلت كاميرتي رجعت صور بهي وهي استشهدت. فانا عم صور بالموبايل، يعني انا صريح معكم كثير، فاستحملوا الدقه الكواليتي الزباله لبين ما اروح اشتري كاميرا جديده بدقه حلوه. وعلى فكره انا عم صور هلا هي التكمله للفيديو اللي انا شفت فيه اهلي بعد يومين. وبس هذا اللي حبيت احكي لكم اياه. انا انبسطت كثير بشوفة اهلي عن جد. انا ما توقعت يطلع التصوير حتى ظابط كل القد، لانه الشخص اللي كان ماسك الكاميرا يعني ما كان كثير محترف. بدي اتشكره كمان، ثانك يو برو. وكمان اهلي اخي ابي بدي شارك هاللحظه مع متابعين. طيب بالقلب بحبكم كلياتكم، انتبهوا على حالكم، تابعوني على حساب الانستغرام واحد مرسال لتشوفوا الستوريات، وممكن عن قريب اعمل تجمع. فاذا انتم يعني حابين تشوفوني وانا اشوفكم، لا خلاص انا حاخذ معكم سيلفي، انا اللي اتصور معكم. تابعوني على الانستغرام، بشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. اشتركوا بالقناه خلينا نصير مليون، لانه مجهز لكم كثير اغاني. كان معكم مرسال، سلام.